اسكبي حب الرشاد على بيضة وشاهدي النتيجة. الوصفة اللي غادي تعالج لكم 3 ديال الأمراض كيعانيو منها العديد من الأشخاص، خصوص الناس اللي كبار في السن وحتى الناس اللي صغارين بزاف. هاد الوصفة رائعة ومكونات متواجدة في كل منزل وسهلة وبسيطة. ولكن قبل ما نكمل معكم الفيديو بغيتكم تهبطوا ضروري التعليقات وتكتبوا لي من أين بلاد كتابعوني. بليز كتبوا لينا من اين بلاد تتابعونا، لان هذا الشيء كيهمنا بزاف. وبارطاجيو الفيديو وحفظوه وشاركوه مع الناس اللي كتحبوا وكيحبوكم وتشاهدوا الفيديو للنهايه. اول حاجه غادي تشدي واحد الكاسرونه وغادي ديري فيها واحد نص لتر ديال الحليب، وغادي تضيفي عليها واحد نص زلافه ديال حب الرشاد، وغادي نوضعوها فوق البوطه على نار مهيله، يعني ماشي مهيله، يعني تكون متوسطه تقريبا. وغادي تبداي تحركي بهذه الطريقه هذه كما كتشوفي، وغادي تحاولي تخليه يعني حتى يبدا يغلي بهذه الطريقه هذه. ثقوا فيا ان هذه الوصفه غادي تعطيكم واحد النتائج اللي غادي تصدمكم، وصحيه بزاف 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 للذات وبزاف للبشره للشعر لكل شيء. غادي نحتاجوا كما قلت لكم واحد 3 ديال البيضات، غادي نضيفوا عليهم. بالنسبه للبنات اللي غايقول لك ان البيض مثلا غادي يبقى دوك الزفوريه، راه ما كيبقى حتى شي حاجه، لان هاد المكونات كامله كتمزج لينا وكتولي يعني كطيب تتولي عاديه، وبالعكس كيولي واحد المذاق صراحه اللي بنين بزاف. خصوصا الا ضفتي واحد المعلقه ديال السنيده صغيره. يعني من الاحسن يعني تفاداو السكر، ولكن بالنسبه للناس يعني اللي كيبغيو شي حاجه بحال هكا شويه حلوه، فما من الافضل تضيف واحد المعلقه اولا ديال العسل، غيكون افضل الا كان حر. فهذه هي الوصفه ديالنا، غنحركوها مزيان. بالنسبه للفوائد ديال هذه الوصفه هذه، راه كتقوي لنا العظام والمفاصل بفضل الكالسيوم اللي في الحليب والمعادن اللي في حب الرشاد، كترفع لنا المناعه حيث الوصفه غنيه بالبروتينات ومضادات الاكسده، زياده الطاقه وتعويض نقص الفيتامينات والمعادن الجسم، تنظيم الهضم لان حب الرشاد كيساعد على تنظيم الامعاء وتحسين حركه الهضم، كتقوي لنا الشعر والاظفار بسبب البروتينات الطبيعيه اللي في البيض وكذلك في الحليب، تحسين الخصوبة عند النساء والرجال لأن حب الرشاد راه معروف بالفوائد ديالو الهرمونية. هذه نقطة مهمة بزاف. كذلك كتقوي لنا الدم وكتحسن الدورة الدموية، كتساعد على التدفئة في الشتاء، ضرورية بالنسبة لهذه الجو هذا لأنها وصفة ساخنة ومغذية. بالنسبة الفوائد ديالها للبشره، راه النضاره قويه وكتحسن اللون ديال البشره من الداخل، كتحارب لنا الجفاف وكتعطينا الترطيب للبشره لان الحليب والبيض كيغذيو الجلد من الداخل، وكتقلل ظهور التجاعيد بفضل البروتينات اللي كتشد الجلد، وكذلك كتنقي البشره من السموم لان حب الرشاد كيساعد في